السادة الرائعون مشاهدي آغا سمارت ستوري الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة حلقة تقيلة شوية، لأنه لابتوب تقيل في كل حاجة، تقيل في الشغل، تقيل في الإمكانيات، لكن خفيف في الأداء. ده عملاق HP في الجيل الحادي عشر، ويعتبر الممثل الأقوى لشركة HP أمام العالم كله لإثبات قوتها في التصنيع. شركة HP قدمت في الجيل الحادي عشر فئات كتير من محطات العمل: فئة الفيوري دي للعمل الشاق جدا، وفئة الباور للعمل الشاق مع الجمال في الشكل، وفئة استوديو للأناقة العالية مع أداء عالي جدا، ثم فئة الفايرفلاي دي فئة الملوك للجمال مع أداء عالي. تابع الحلقة لو عايز تعرف الجوانب العلمية والتقنية عن اللابتوب ده. في الجيل الحادي عشر موجود أنواع كتير جدا من الورك ستيشن، بس احنا قلنا كلمة كده لابد اننا نفسرها، وهي الفرق ما بين الورك ستيشن العادي والورك ستيشن المجهز للعمل الشاق جدا. الورك ستيشن للعمل الشاق جدا بيكون فيه بعض المكونات تختلف عن الورك ستيشن العادي. اولا بينزل في الاجهزه للعمل الشاق جدا معالجات ذات الطاقه القصوى زي الانتل زيون المتخصصه للاعمال، او معالجات كور اي 9 عاليه الاداء. المعالجات دي بتدي سرعه معالجه عاليه للبيانات وقدره متميزه على التعامل مع المهام المعقده ومشاريع العمل العملاقه. ثانياً بينزل في الأجهزة دي بطاقات رسومية احترافية من سلسلة انفيديا RTX. في الجيل الحادي عشر بتكون A-Series بكامل أنواعها. البطاقات دي تم تصنيعها خصيصاً للتعامل مع برامج التصميم الهندسية، وتتفوق في الأداء على بطاقات الألعاب الجي فورس وكذلك الفاير برو من AMD. ثالثاً وهو الأهم، الأجهزة دي تحمل شهادات ال ISV من شركات البرمجيات الكبرى. الشهادات دي بتمنح المستخدم ثقة كاملة في إن جهازه هيشتغل معاه بشكل مثالي مع البرامج المهنية زي برامج التصميم الهندسي من أوتوديسك، كذلك برامج التصميم ثلاثي الأبعاد من داسو سيستمز، وبرامج تحرير الفيديو والصور من أدوبي. التوافق ده هيديك ثقة كاملة وانت شغال، ويبعد عنك أي احتمال للفشل. رابعاً وأخيراً الأجهزة دي بتكون قادرة على حمل رامات حتى 128 جيجا بايت، يعني بيكون فيها 4 ديم سلوتس. الأربع مزايا دول ما توفروش غير في 3 أنواع بس: فئة السبعة من الديل بريزيشن، سواء ال17.3 بوصة المتمثل في ديل بريزيشن 7760، أو ال15.6 بوصة المتمثل في ال7560. كذلك العملاق من لينوفو ثينك باد P15 جين 2، أو ال17 بوصة منه P17. طبعا المميزات دي هتخلي الأجهزة دي استثمار ذكي للمحترفين للمدى البعيد، ده للي عايز أداء عالي من غير ما يشيل هم. على الرغم إن في أجهزة تانية ذات أداء عالي جدا كمحطات عمل، لكن ما نقدرش نقول عليهم أجهزة عمل شاق جدا، لأنهم ناقصهم حاجات في المميزات اللي ذكرناها من شوية. على سبيل المثال في من البريزيشن 5560 من ديل، وكذلك الباور G8 من HP أو الاستوديو، وأجهزة تانية متميزة لأبعد الحدود زي ال MSI WE76، وكذلك الرائع Asus ProArt Studio Book Pro 16. الأجهزة دي متميزين جدا، لكن هتلاقيهم ناقصين حاجة أو اتنين من الأربع حاجات اللي قلناهم. لو جينا نتكلم عن الجسم بتاع جهازنا النهاردة مش هنعيد الكلام. بيجوا أجهزتنا الفيوري 15 و17 G8 بنفس جسم الجي 7. متكلمين بدقة عن الجسم والهيكل والتصميم، وكمان الشاشات والوزن اللي بيجوا بيها. هتلاقوا رابط الحلقة في صندوق الوصف للي يحب يتعرف عليهم. ندخل في الحلقة مباشرة ونتكلم عن إمكانيات الجهاز الرائع من HP، بس ما تنسوناش من دعمكم باللايك والشير. الفيوري جي 8 سواء ال17 أو ال15 بيجوا ب6 أنواع معالجات متدرجين في القوة ما بين الزيون والكور اي 9 والكور اي 7 والكور اي 5. طبعا متفاوتين في القوة حسب التوربو بوست والسرعة والكاشات وعدد الأنوية عشان يناسبوا كل الرغبات. قدام حضراتكم في الصورة كل مواصفاتهم. أما بالنسبة للهاردات، الجهاز الفيوري 15 بيشيل 2 هارد من نوعية M.2، يعني قادر على حمل هاردات SSD، ومدعم بواجهة PCIe، يعني قادر على حمل هاردات NVMe.
كمان هو في مكان يقدر يشيل هارد ساتا 2.5 بوصة، ممكن تضيف SSD أو HDD. أما الفيوري 17 بيشيل 4 هاردات M.2 وهارد واحد ساتا 2.5 بوصة. لو جينا للذاكرة العشوائية أو الرامات، متاح في الجهازين ال 15 وال 17 4 ديم سلوتس. ده معناه إنهم قادرين على حمل حتى 128 جيجا بايت رام من نوعية DDR4. السماعات بتاعته في الجزء العلوي وصوتها في منتهى الروعة على فكرة، مدعمة بالبانج أند أولوفزين وبتدي نقاء صوت وتكسيم ممتاز. من أروع ما تقدمه HP هو قدرات الأمان في أجهزتها، تعتبر هي الأروع والأقوى في نظر الشخص. إن شاء الله هنتكلم في حلقة مفصلة عن وسائل الأمان لأجهزة لابتوبات HP. أما لو جينا للهاردويرز للأمان، متاح في بصمة التشفير للإصبع وكذلك أحيانا كاميرا IR للوجه. لو جينا للشاشات بتاعتهم، شاشاتهم هي نفس شاشات الفيوري جي 7، لا يوجد أدنى اختلاف ما بينهم، وذاكرين كل الموضوع ده بدقة في حلقة الزد بوك فيوري جي 7 في صندوق الوصف، وقدام حضراتكم جدول بيبين إمكانيات الشاشات دي. ندخل على كروت الشاشة. أجهزتنا بتيجي بكارتين شاشة، طبعا الأول الانتل المدمج في المعالج، أما الخارجي بيجي في سلسلة الاي من RTX من انفيديا. أيضا شارحين بدقة عالية جدا كل كروت الشاشة دي في حلقة ديل بريزيشن 7560. وعشان ما نكررش كلام قلنا قبل كده، الكروت دي ذاكرين قوتها وإيه يكافئها من كروت شاشة انفيديا وكذلك كروت شاشة AMD. لو عايز تتعرف على قوة وكفاءة كروت الشاشة دي هتلاقيها مذكورة بدقة في رابط صندوق الوصف. جهازنا أيضا بيتميز عن جهاز الديل إنه بيجي بكارت شاشة آخر من نوعية AMD. الكارت ده في منتهى القوة على فكرة، وهو كارت الشاشة المتميز AMD Radeon Pro W6600M. ده حجمه 8 جيجا بايت GDDR6. كل إمكانياته موجودة في الجدول اللي قدام حضراتكم. وعلى فكرة الكارت ده اقتصادي في السعر عن كروت ال RTX، ولو لقيته اشتريه بالكارت ده فارق في السعر عن كروت ال RTX. وهقول لكم على معلومة عن الكارت ده بقوة انفيديا كوادرو RTX 5000 اللي حجمه 16 جيجا بايتس، وده اللي موجود في أجهزة الجي 7 من فيوري وال 7750 وال 7550 من ديل. أما لو حابب تقارنه بكارت شاشة في AMD، فأقرب كارت شاشة له في القوة هو المتميز راديون RX 6700S. الكارت ده موجود في أجهزة حديثة زي الأسوس ROG زيفيروس G14. بكده نكون انتهينا من كروت الشاشة. نيجي للمداخل اللي بيجي بيها أجهزتنا النهاردة. الفيوري 15 جي 8 بيجي بمدخلين USB 3.1 جنريشن 1، منهم واحد شارجنج بورت يعني داعم للشحن السريع خارجيا. أما الفيوري 17 بيجي بثلاث مداخل USB 3.1 جنريشن 1. باقي المداخل كلا الجهازين بيجوا بمدخلين ثاندربولت 4، وزي ما سمينا ثاندربولت 3 المدخل الجبار ده بنسميه المدخل السحري، لأن إمكانياته رائعة، لأنه بيوفر معدلات نقل بيانات بتوصل ل 40 جيجا بايت في الثانية. كذلك بيدعم توصيل شاشتين 4K وشاشة 8K منفصلين أو في نفس الوقت. أيضا بيدعم توصيل أجهزة تخزين ال NVMe، وكمان بيدعم توصيل كروت الشاشة الخارجية ال eGPU، كذلك أجهزة الدوك ستيشن، وتقدر توصل بيه 6 أجهزة في نفس الوقت على فكرة. كمان بيدعم توفير الطاقة بتوصل ل 100 واط، يعني تقدر تستخدمه شاحن سريع خارجيا ومصدر شحن للجهاز. كمان هو بيوفر حماية من نوعية DMA Protection ضد هجمات الوصول المباشر إلى الذاكرة. المدخل اللي يليه HDMI 2.0 للعرض على الشاشات وداعم لشاشات ال 4K. كمان موجود للعرض على الشاشات مدخل ميني ديسبلاي بورت 1.4، موجود فيه مدخل مزدوج ميكروفون وسماعات، وأيضا موجود فيه قارئ كروت ذاكرة بيدعم كل أنواع كروت الذاكرة، وفي مدخل لان للإنترنت الشبكي، وكمان أحيانا بيجي بمدخل قارئ لكروت الفيزا. كمان هو في مدخل نانو سيم كارد سلوت يقدر يشغل إنترنت داتا، بس للعلم الأجهزة دي مش بتيجي بالكارت. لو حضرتك عايزه ده أوبشن بتشتريه ومتاح عندنا في المتجر في صندوق الوصف. البطارية بتاعته بتكون 8 سل 94 وات اور، والشاحن المناسب له حسب نوع كارت الشاشة اللي بيجي في الجهاز. يعني لو كارت الشاشة الكوادرو تي 1200 أو ال RTX A2000 المناسب له هو 150 واط. أما لو كروت الشاشة اللي فيه ال RTX A3000 أو A4000 أو A5000 أو الراديون W6600M ما ينفعش يشتغل إلا على شاحن 200 واط. بكده نكون انتهينا من العملاق من HP.
لكن على المستوى العام لو حبينا نعمل مقارنة بينه وبين منافسيه من أجهزة الديل أو اللينوفو، يتفوق في أمور ويقل في أمور. التفوق وعدم التفوق ده هو موضوع الحلقة الجاية إن شاء الله، بنجهزها عشان يكون عندكم خلفية كاملة عن القياسات اللي احنا ناويين نمشي بيها الفترة الجاية. إن شاء الله دي هتكون تحليل شامل للأداء وتجربة المستخدم، ودي هتكون مقارنة بين الثلاث أجهزة. المقارنات دي هتكون من ناحية البي سي مارك 10 والهاند بريك 1.4، كذلك السيني بنش R23 والجيك بنش 6 والبيوجيت بنش. دي تعتبر القياسات المهمة في اختيار أي جهاز. ده إن شاء الله هيكون منهجنا الفترة الجاية في القياسات، لأننا عايزين نعمل مرجع عربي للمشاهدين يوضح إزاي تختار جهاز مناسب للأعمال المهنية. لو الأمر ده مهم بالنسبة لحضرتك، فعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بالحلقة إن شاء الله. نشكركم على وقتكم الثمين اللي أخدناه منكم النهاردة، ولكم مني كل التحية. أنا ضياء آغا، وإلى اللقاء في حلقات جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.